عمرك قبل كده جه في دماغك شخص بقالك كتير ما اتكلمتش معاه ولا شفته ولقيته بيتصل بيك في نفس اللحظة؟ طب عمرك حسيت ان الباب هيخبط دلوقتي ولقيته فعلا خبط؟ طب عمرك حسيت ان في حد واقف وراك وبيبصلك والتفت لقيته فعلا بيبصلك؟ لا اطمن، انت مش ملبوس، انت بس عندك حاجة بسيطة اسمها الحاسة السادسة. الحاسة السادسة هي قدرة عقلية خارقة، والحاسة دي بقى هي عبارة عن شوية حاجات كده زي الإدراك الحسي الفائق أو قراءة الأفكار أو التخاطر أو الفراسة أو الشعور بالأحداث المستقبلية. تلاقي نفسك دايما بتقول والله كان قلبي حاسس. كل دي مفاهيم بتوصف الحاسة السادسة، وده اللي بيخلي إنسان يحس بحاجات أي إنسان غيره في نفس الموقف ما يقدرش يحسها، زي مثلا إنك ممكن تسمع صوت في ودانك بوضوح محدش غيرك سمعه. وبعض الناس ربطوا الحاسة السادسة بالعالم الموازي، وبيقولك بقى إنك ممكن أنت وشخص تاني في عالمين مختلفين تحسوا نفس الإحساس في نفس الوقت ومن غير أي اتصال بينكم، وإن الشخص ده بيكون انعكاس ليك في مكان تاني، زي مثلا لما تقابل واحد تاني وتقوله والله القلوب عند بعضها. واغلب الحضارات القديمه عرفوا الحاسه دي، ومش بس كده، دول حاولوا كمان يطوروها عن طريق الاعشاب البريه زي الفطر البري اللي كانوا بيسموه الفطر السحري، وكانوا بيعتقدوا انهم لما يشربوا من الفطر ده كتير هيساعدهم على التامل والتواصل مع محيطهم من البشر والطبيعه. اما بقى الحضاره الهندوسيه عملوا حاجه غريبه جدا، كانوا بيحطوا نقطه حمراء في نص الجبين، لانهم ربطوا بين الحاسه السادسه والعين الثالثه اللي اتسمت عين العقل ومعروفه دلوقتي بالغده الصنوبريه. والغريب بقى ان في علماء فعلا قالوا ان الغده دي هي المسؤوله عن الحاسه السادسه، وعشان كده الهندوس كانوا بيحطوا النقطه دي على مكان العين الثالثه الموجوده في نص الراس عشان تساعدهم على التامل والتركيز واكتشاف العالم المحيط، وتمنع كمان خروج الطاقه، لانهم بيعتقدوا ان النقطه دي هي اللي بتسد مجرى خروج الطاقه. اما بقى الدكتور جوزيف سينل في كتابه الحاسه السادسه قال لك ان الغده الصنوبريه هي مصدر الحاسه السادسه عند الحيوانات، وده اللي بيخلي الام دايما بتشعر بالخطر على ابنها حتى لو على بعد اميال، وده موجود عند الحيوانات اكتر من بني ادم. اما بقى العرب فكانوا مبدعين في علم الفراسه، وهو معرفه شخصيه الانسان وافكاره وطباعه عن طريق قراءه ملامح الوجه. ايوه بالظبط، زي ما بنعمل كده دلوقتي ونبص في وش الواحد نقول له ده انت يتفتلك بلاد، طب عرفت منين؟ باين على وشك يا اخي. زي ما مامتك تروح تشوف معاك عروسه وتقول لك خلي بالك دي هتغلبك، طب عرفت منين؟ باين على وشها. ومفهوم الحاسه السادسه بدا يظهر بعد دراسه عملها جوزيف راين 1934 في الولايات المتحده الامريكيه، وموجوده في كتابه الادراك الحسي الفائق. والعلماء بقى بيقولوا لك ان قوه الحاسه السادسه قوه تراكميه لكل حواسك الاخرى، سواء بقى كانت البصر او السمع او التذوق او اللمس او الشم، حيث تتناغم كل هذه الحواس لتعزز شعورك بالمعرفه الداخليه. يعني ايه؟ يعني ببساطة شديدة جدا علشان الإنسان يبقى عنده قدرة عقلية خارقة اللي هي يعني الحاسة السادسة، لازم تكون الحواس الخمسة عنده قوية جدا. يعني زي ما قلنا قبل كده إنك لو حسيت إن في حد وراك بيبص عليك والتفت لقيته فعلا بيبص عليك، معنى كده إن حاسة البصر عندك قوية جدا. يعني بالبلدي كده حواسك دي هي اللي بتهيئك وبتساعدك انك تحس مثلا ان التليفون هيرن دلوقتي، وان ده ملوش علاقة لا بالفراسة ولا التخاطر ولا حتى التنبؤ. ولكن خد بالك في فرق كبير جدا بين الحاسة السادسة وبين ظاهرة وهم سبق الرؤية او الديجافو. والظاهرة دي بقى فيها بتحس انك عشت نفس الموقف قبل كده بكل تفاصيله، لكن امتى وازاي وفين ما تعرفش. والديجافو هي كلمة فرنسية معناها شوهد من قبل، وعلماء النفس قالوا لك بقى ان هي حالة نفسية طبيعية جدا بيمر بها ما لا يقل عن 70% من البشر، وقسموها كمان لثلاث أقسام: ما تم رؤيته سابقا، ما تم الشعور به سابقا، وما تم زيارته سابقا، اللي هو مكان أول مرة تروحه بس حاسس إنك تعرفه. والتفسير العلمي للظاهرة دي هو خلل في الأعصاب المسؤولة عن الذاكرة، لأن في الطبيعي المواقف اللي بتحصل قدامنا بتتخزن في جزء معين في المخ، وبعد كده يعالجها المخ وتروح لقسم الوعي عشان احنا اصلا ندركها ونشوفها، يعني بتتخزن قبل ما احنا ندركها ونشوفها. وطبعا العملية دي بتحصل في ادق الاجزاء من الثانية، سرعة احنا اصلا ما نقدرش نلاحظها. وهنا بقى بيكون الخلل،
في تأخير عملية المعالجة اللي قلنا عليها دي، واللي بيخلينا نحس إننا شفنا الحاجة دي قبل كده لأنها بالفعل متخزنة في الذاكرة. وفي علماء قالوا لك إن الظاهرة دي بتحصل بسبب إن أحيانا في عين بتسجل الحدث قبل العين التانية، فأنت بتتخيل إنك شفته قبل كده. وفي علماء قالوا لك إن ده بيحصل بسبب عدم التوافق الزمني لتسجيل الأحداث بين نصفي الدماغ الأيمن والأيسر. وده كده كان باختصار الحاسة السادسة والفرق بينها وبين ظاهرة وهم سبق الرؤية. انتوا بقى قولوا لي، عندكم الحاسة السادسة ولا لا؟ وما تنسوش اهم حاجة تتابعوني على القناة ولايك وشير للفيديو عشان يوصل لكم كل جديد، وتتابعوني على صفحة الفيسبوك والتيك توك والانستجرام. هسيب لكم كل روابط الحسابات في صندوق الوصف.